واقول انك اتهجمت عليا. عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. هموت في العنف. اشتهرت بأدوارها المتنوعة التي يغلب عليها طابع الجرأة ويحمل الكثير من ملامح الإغراء، ولكنها تميزت أيضاً بأداء أدوار كوميدية متنوعة. الممثلة المصرية علا غانم مزجت بين خفة الدم وجمال الشكل، وساعدها في ذلك أن تظهر بشكل مميز على الساحة الدرامية. وسنعرض لكم مسيرتها الفنية وحياتها بعد الفاصل. كل حتة فيها عايزاكي، وانا كل حته في جسمي عايزاك. علا عبد الرازق غانم هي ممثلة مصرية مسلمة، ولدت في مدينة الكويت لأبوين مصريين من الإسكندرية في 26 نوفمبر عام 1971. فوالدها كان يعمل مهندساً معمارياً ووالدتها مهندسة ديكور، ودرست علا في كلية الفنون الجميلة قسم تصوير، وتخرجت فيها عام 1994. وبعدها درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن لم تكمل دراستها فيه ولم تحصل على شهادة منها. تمكنت علا غانم من تحقيق شهرتها من خلال عملها كعارضة في الكليبات، ولعل دورها في أغنية هنساك للمغني محمد فؤاد هو ما ساعدها على أن تأخذ المزيد من الأدوار. وبدأت علا العمل الفني في مجال الإعلانات التلفزيونية أولاً، ومنها انتقلت إلى التمثيل وحصلت على أدوار البطولة، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية المختلفة ما بين التلفزيون والسينما. أما عن حياتها الشخصية فقد تزوجت 3 مرات، الأولى من زوجها الأول رجل الأعمال المصري وليد الضفراوي، وكان عمرها 17 عاماً، وأنجبت له ابنتين وهما كاميليا وفريدة. وتم الانفصال بعد 5 سنوات من الزواج، وبعدها تزوجت من أحمد المسلمي، وكانت زيجة قصيرة لم تتجاوز السنة، حيث انفصلا بعد 7 أشهر من الزواج. أما الزيجة الثالثة هي من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب التي انفصلت عنه مؤخراً ولم تنجب أي أطفال منه. وفي عام 2018 رفعت دعوى قضائية للطلاق من زوجها عبد العزيز لبيب، ولكنها تراجعت لاحقاً عن الدعوى قبل صدور القرار بعد حل الخلافات بينهما وبين زوجها. تصدرت الفنانة علا غانم الترند بسبب خلافها مع زوجها الأخير عبد العزيز لبيب، حيث بدأ كل طرف رمي الاتهامات على الطرف الآخر. وقد أكدت علا غانم أن طليقها عبد العزيز سلط عليها بلطجية لضربها في فيلتها من أجل الاستيلاء على الفيلا بالقوة، وقدمت مناشدة للمجلس القومي للمرأة لحل أزمتها مع طليقها. وأوضحت علا إن طليقها استغلها مادياً طوال فترة زواجهما، ولكنها لم تكن تملك الوقت للنزول إلى مصر وطلب الطلاق. وخلال تواجدها في أمريكا اكتشفت أن زوجها حول ملكية بعض ممتلكاتها إليه، وخلال تعدي بعض البلطجية على فيلتها تعرضت والدة علا غانم للضرب، وقد احتاجت إلى الدخول إلى المستشفى للعلاج فيها. علا غانم بعيداً عن الفن والتمثيل فهي سيدة أعمال شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمتلك فندقاً لرعاية الكلاب هناك، ولديها فرعان، وتطمح في أن تنشئ الفرع الثالث منه. وتطمح أيضاً أن تحصل على حق الامتياز التجاري حتى يتطور المشروع أكثر، ولكن مشروعها ناجح بالفعل ولديها الكثير من العملاء. وقالت إنها اختارت هذا المشروع لعشقها الكلاب، فقررت أن تنشئ مكاناً لرعاية الكلاب، وتحدثت مع ابنتها على الفكرة وأعجبت كثيراً، وبالفعل قام بتنفيذ الفكرة. كان لدى علا غانم فندق أيضاً في الولايات المتحدة، ولكنها تعرضت لخسارة فادحة بسبب السيول الذي جرفت ودمرت الفندق الخاص بها. وقد أوضحت علا إنها خسرت الكثير من أموالها بسبب زوجها الثالث، ودفعت له ثمن طلاقها أكثر من مرة. ولدى علا ابنتين من زواجها الأول، وهما فريدة وكاميليا، وابنتها الكبرى فريدة متزوجة ولديها ابن اسمه زين عمره 2.5 عام،
وقد تزوجت فريدة بعد قصة حب دامت 10 سنين. أما ابنتها الثانية هي كاميليا فقد تزوجت في يونيو عام 2021 من رجل مصري، وكانت بينهما علاقة حب دامت لمدة 5 سنين. وتعد علاقة علا غانم ببناتها علاقة صداقة أكثر من كونها علاقة أمومة، وقد ذكرت علا أنها قامت بالكثير من الأدوار حتى تنفق على بناتها، وأنها نادمة من بعض الأعمال التي قامت بها مثل دورها في فيلم أحاسيس. كما ذكرت أنها عاشت بعيدة عن بناتها لفترة طويلة، وهو ما جعلها تبتعد عن الوسط الفني لأكثر من 4 سنين، وسافرت إلى أمريكا لتعيش مع بناتها قبل زواجهن حتى تقضي معهن أكبر وقت ممكن وتعوض الفترة التي كانت بعيدة عنهن أثناء عملها. وفي منتصف التسعينات بدأت الحصول على أدوار صغيرة في المسلسلات التلفزيونية، ومنها مسلسل حكايات مجنونة ومسلسل القلب يخطئ أحياناً، ومن ثم جاءت لها فرص تمثيل أكبر. ففي عام 97 قامت بدور في فيلم البطل، وكانت هذه البداية السينمائية الأولى لها، ليتبعها في العام التالي مشاركتها في فيلم أرض عام 98. يلا ده ايه؟ بقولك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى، وحق انا كمان يا اخويا ان يبقى بكيفي. وفي عام 2000 شاركت في العديد من الأعمال الفنية البارزة، ومنها مسلسل حبنا الكبير للمخرج محمد محسن فكري، وبعدها فيلم حبيبتي للمخرج يوسف فرانسيس وجسدت فيه دور برجيت. وفي عام 2002 شاركت في الفيلم الكوميدي محامي خولع مع الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري. اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخص، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها. ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟ مراتك هي اللي قالت. كدابه. خلاص دي حاجه بينك وبينها. وبعدها شاركت في بطولة الفيلم الدرامي سهر الليالي للمخرج هاني خليفة. وفي عام 2005 قامت بدور البطولة في مسلسل أحلام سارة أمام الفنان محمد رياض والفنانة جيهان فاضل. كما قامت بدور كوميدي في فيلم حريم كريم أمام طلعت زكريا ومصطفى قمر وياسمين عبد العزيز للمخرج علي إدريس. وبعدها زاد اهتمامها بالسينما أكثر، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية التي تميزت بالجرأة، ومنها الفيلم الكوميدي حوش اللي واقع منك، وفيلم صياد اليمامة المقتبس من رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد. وفي عام 2010 شاركت في مسلسل بابا نور، وهو مسلسل من إخراج محمد عبد العزيز، وتلالها مشاركتها البطولة في فيلم أحاسيس أمام باسم سمرة وإدوارد، وهو الفيلم الذي ندمت عليه، حيث أنها كانت تتمنى تقديم رسالة الفيلم لكن بطريقة أخرى، وقالت كان ممكن أقدم الرسالة دي بشكل مختلف، الشاك. وفي عام 2011 شاركت في أهم مسلسلاتها، وهو مسلسل شارع عبد العزيز مع الفنان عمرو سعد، وتألقت في هذا الدور كثيراً. وبعدها في عام 2013 حصلت على دور البطولة المطلقة في فيلم البرنسيسة، كما ظهرت في الأجزاء الثلاثة الأولى من مسلسل سلسال دم بدور إخلاص أمام الفنانة عبلة كامل ومجموعة من أهم الفنانين المصريين. وبعدها شاركت في المسلسل الاجتماعي قلوب، وفي فيلم سعيد كلاكيت أدت دور حنان أمام الممثل عمرو عبد الجليل. وفي عام 2016 شاركت في مسلسل أبو البنات أمام مصطفى شعبان ولقاء الخميسي وصلاح عبد الله. وبعدها ظهرت في فيلم عمود فقري، وبعدها شاركت في مسلسل ظل الرئيس أمام ياسر جلال وهنا شيحة. وكان آخر أعمالها الفنية هو فيلم خط الموت أمام أحمد صلاح حسني، وذلك عاماً 2019. وبعدها سافرت إلى أمريكا وغابت عن الساحة الفنية ل4 سنوات، وعادت لحضور زفاف ابنتها. وبعدها ظهرت مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة. عادت بعدها علا غانم إلى الوسط الفني من خلال الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، وحمل الفيلم اسم أولاد حريم كريم، وشارك فيه أبطال الموسم الأول من الفيلم بالإضافة إلى بعض النجوم الشباب. وقبل أن تترك الفيديو عزيزي المتابع، أتمنى أن تشارك معنا القناة بدعمك وبتفاعلك وبتواصلك معنا حتى نستمر في تقديم ما تتمنى أن تعرفه من أسرار وحكايات، وحتى نتعرف منك ما نقدمه لك. فكن دايما معنا ولا تبخل علينا بآرائك واقتراحاتك في التعليقات. نتمنى أن نراكم دايما في تعليقاتكم للرد عليكم بكل ما تمنوه أن ننشره على القناة. نراكم على خير.